ازيكم يا جماعة؟ مستعدين تسمعوا واحدة من أغرب وأرعب القضايا اللي حصلت في روسيا؟ قضية لحد النهاردة محدش قدر يفسرها تفسير نهائي. قضية بتجمد الدم في العروق. ممر دياكلوف. في شتاء سنة 1959 9 أصدقاء شباب طلبة في الجامعة محترفين في التخييم والتزلج قرروا يطلعوا رحلة تدريبية لجبال الأورال. قائدهم كان شاب اسمه إيجور دياتلوف. الرحلة كانت مفروض تبقى عادية، لكن نهايتها كانت كابوس. اليوم الموعود اللي المفروض يرجعوا فيه عدى، وبعده أيام ومفيش أي خبر، لا رسالة لا إشارة ولا حتى علامة صغيرة. العائلات بدأ القلق يسيطر عليهم وبلغوا الشرطة. طلعت فرق إنقاذ تدور، لكن اللي اكتشفوه كان أبعد من أي خيال. لقوا الخيمة، بس مش زي أي خيمة، كانت متقطعة من جوه كأن اللي جواها كانوا بينفدوا بحياتهم. كل حاجاتهم لسه موجودة، أكل، أدوات، هدوم تقيلة، لكن أصحابها اختفوا. الغريب إن آثار الأقدام اللي بره كانت ماشية بهدوء مش جري، كأنهم خرجوا عادي رغم إنهم قطعوا الخيمة، كأن في حاجة مرعبة وراهم. بعد أيام لقوا أول جثتين شبه عريانين، لابسين هدوم خفيفة جدا وسط عاصفة ثلجية. بعدهم اتلقت جثث تانية، بعضهم مات من البرد، بس 4 جثث كان شكلهم مرعب، جماجم مكسورة، ضلوع محطمة، ولسان مفقود. الإصابات دي ما ينفعش تحصل من برد أو جليد. الحاجة الغريبة إن بعض هدوم الضحايا كانت ملوثة بإشعاع في وسط جبل مهجور، ودي كانت أول حاجة تخلي الناس تشك إن القضية وراها سر أكبر. ومن هنا بدأت الحكايات تتقال، نظريات كتير، أكتر من 70 تفسير اتقال عن اللي حصل. في ناس قالوا إن كائن غريب زي اليتي هجم عليهم، بس الآثار كانت ماشية عادي مش جري. في ناس قالوا انهيار جليدي، بس الخيمة كانت لسه واقفة. في ناس اتكلموا عن حيوانات مفترسة، لكن مفيش أي آثار غير أقدامهم. ونظرية تانية قالت إنهم اتخانقوا مع بعض وقتلوا بعض، بس برضه مفيش دليل. وفي اللي صدق إنهم ضحية تجربة عسكرية سرية، خصوصاً مع موضوع الإشعاع. أما أغرب نظرية فكانت إن الفضائيين هم اللي قتلوهم، وإن الأضواء اللي ظهرت في السماء كانت سفن فضائية. القضية فضلت مقفولة لحد ما روسيا في 2019 رجعت تحقق تاني، وفي 2020 أعلنت إن السبب هو انهيار جليدي. لكن كتير من الخبراء شايفين التفسير ضعيف، واللغز الحقيقي لحد النهاردة ما اتكشفش. 9 شباب خرجوا يضحكوا ولقوا موت غامض في وسط الجبال. لحد النهاردة ما حدش يعرف ايه اللي حصل في ممر دياتلوف. انت شايف ايه؟ انهيار جليدي؟ مؤامرة عسكرية؟ ولا في قوة غامضة أكبر من تخيلنا؟ اكتب رأيك في الكومنتات، واستعدوا للقضية الجاية لأنها هتكون أغرب.